بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ أهلا بيكم في قناتي أكلة هنية مع وصفات نانا. النهاردة هنعمل كده فيديو خفيف كده لكن هو مهم جدا. ازاي أسوي اللحمة؟ أسويها في وقت قصير جدا، مش هتاخد مني أي وقت خالص. بمعلقة سحرية هحطها على الشوربة، او مكون هحطه على الشوربه هتسويلي اللحمه مهما كانت، اذا كانت لحمه كبيره او لحمه عجوزه او لحمه جملي. وهنشوف مع بعض كده. كملي معايا الفيديو للنهايه وهتشوفي معايا هنسوي اللحمه ازاي في وقت قصير، مش هتاخد منك اي وقت خالص في السوا. هنا انا دلوقتي غاسله اللحمه ومقطعاها، وهنا عندي معلقه من الزبده او السمنه. بحطها وبعمل صدمه كده للحمه قبل ما بزود المية عليها واسلقها. بحطها في معلقة زبدة وابتدي هنا اشوحها. طبعا بكون مجهزة التوابل بتاعتي، ما بزودش التوابل هنا اهوت عشان ما اضيعش طعم اللحمة. ورق لورا، حبهان، فلفل اسود. وما بحطش طبعا اي ملح خالص لغاية ما اللحمة بتستوي معايا، لان الملح هنا اهوت طبعا بيطول لي عملية السوا. انا مش عايزة اطولها، لا انا عايزة اقصر عملية السوا واخلي اللحمة بتاعتي تستوي في وقت قصير. فمش هحط ملح خالص دلوقتي، وهنشوف مع بعض هنا اهوت التوابل اللي هنحطها ايه. هنا دلوقتي انا بسوي اللحمة هنا اهوت. بسويها ازاي؟ ان انا حطيتها الاول في معلقة الزبدة، وهبتدي احط هنا التوابل اللي معايا اللي قلنا عليها: الحبهان وورق اللورة وفلفل اسود اهوت. وهسيبها على النار شوية هنا اهوت. طبعا هجهز هنا اهوت البصل. معايا بصلتين ومعايا طماطمايه بكون مقطعاها او حطاها صحيحه زي ما تحبي، بس ايه بتخرميها عشان تنزل العصارة اللي جوه ايه الطماطم. انا هنا قطعتها وقطعت هنا اهوت البصلة هنا اهوت. حطيت بصلتين. هنشوف معانا دلوقتي. طبعا في الوقت دوت بكون حاطه ميه بتغلي على النار عشان ازود منها اللحمه اهو. كده خلاص كده اهوت اتشوحت معايا اهو بالتوابل اللي انا حطيتها. ببتدي انا هو بقى ايه ببتدي ازودها بالايه بالميه اهيت، الميه السخنه بتاعتي اللي انا ايه حطاها على النار. مش هتاخد منك اي وقت خالص. طبعا حبايب قلبي اللي اول مره يشوف القناه، يا ريت اتمنى الاشتراك في القناه، تنوروني وتدعموني. القناه مش هتكبر الا بيكم وبدعمكم ليا. طبعا واللي هيعجبوا الفيديو يا ريت اللايك والشير. اتمنى تنوروني، واتمنى الكومنتات الحلوه بتاعتكم اللي بتشجعني عشان تخليني اعمل وصفات واشتغل واقدم لكم وصفات ايه جديده. هنا اهوت انا زودت هنا اهوت البصل والطماطم اهوت، وهسيبها على النار وهزود الميه اللي هي المغليه اللي انا بغليها اهيت، وهسيبها هو ايه تستوي. طبعا هنا المعلقه اللي انا قلت لكم عليهم هتساعدني في تسويه اللحمه، هي معلقه من السكر، او لو عندك تمر بتاخدي نوى التمر، بتاخدي نوايين من التمر وبتحطيهم هنا اهوت في الشوربه. لو التمر مش متوفر بتحطي معلقه السكر. طبعا في ناس بتحط معلقه بيكنج باودر، برضو بتسهلك برضو عمليه السوا. بس هنا انا بفضل ان هو ايه معلقه السكر اهي. ما خدتش معايا اي وقت خالص خالص خالص، خدت نص ساعه على النار واستوت. بقت عامله زي الزبده اهي معايا، شايفين اهي. والشوربه بتاعتها جميله ودسمه وتحفه تحفه تحفه. طبعا لو عندك بقى الملوخيه هتعملي فتة، الشوربة هتديكي طعم جميل جدا جدا. طبعا الفيديو بتاعنا والوصفة بتاعتنا خلصت النهاردة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.